رسميا أعلن ملك المغرب محمد السادس تقدم بلاده بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وزير التربية والرياضة شكيب بن موسى أعلن عزم بلاده عن التقدم بملف مشترك، جاء ذلك على هامش تسلمه جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالنيابة عن الملك محمد السادس في العاصمة الرواندية كيغالي. أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي. إذن ملف الترشح يضم 3 دول، وسيحمل هذا المقترح عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط، حيث ستقام المباريات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وبهذا سيكون توزيع المباريات 104 التي سيشارك بها 45 منتخبا بين الدول الثلاث، حيث هذا النظام الجديد سيطبق في بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا. يرى البعض أن فرص المغرب في استضافة مونديال العام 2030 تزايدت بعد نتائج أسود الأطلس في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي. في المقابل هناك من يرى أن حظوظ السعودية تزايدت في استضافة نسخة 2030 أيضا بالاشتراك مع مصر واليونان. وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نفى سابقا تقديم بلاده لملف الترشح، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن كل شيء ممكن. بهذا نكون رسميا أمام ملفين مرشحين لاستضافة كأس العالم 2030، أحدهما يضم الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي وتشيلي، وتدعم البرازيل إعادة كأس العالم إلى القارة اللاتينية احتفالا بالذكرى المئوية، إذ جرت أول بطولة في عام 1930 في أوروغواي وحازت على اللقب حينها. بعد إعلان المغرب استضافة كأس العالم ضجت مواقع التواصل بالتعليقات. محمد يقول هنا: صدق الراحل حسن الثاني في وصفه المغرب في كتابه التحدي قائلا إن المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا، إن شاء الله مربوح على المغرب باستضافتها المونديال 2030. أما حسام يقول هنا: المغرب وحدها تستضيف كأس العالم مستحيل، فخيارها الوحيد الاتحاد مع إسبانيا والبرتغال، لأن أوكرانيا غير ضامنة أو مضمونة لأن الحرب تحبس أو مضمون أن الحرب تحبس فيها غدوة، ومصر والسعودية بيناتهم أزمة، ومصر مفلسة، واليونان كيفها. باعتقادي الأقرب للفوز هي جنوب أمريكا باستضافتها كأس 2030. أخيرا مع إسلام هنا: أتمنى فوز ملف مصر السعودية اليونان ليكون أول كأس عالم بين القارات الثلاث القديمة آسيا إفريقيا وأوروبا. هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المغرب ملفه للترشح لتنظيم كأس العالم، فقد كانت هناك 5 محاولات سابقة لاستضافة البطولة.